المشاهدون الأكارم، أسعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحبكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تواصل سيمينارات الأوضاع الراهنة والبرامج المستقبلية. النظرة المتساوية على المرأة عنصر هام في تطور وازدهار المجتمع. لقاء لمناقشة برامج الإصلاح البيئي في القاشبركة. اجتماع لمجلس الأمن بطلب من روسيا وهدوء نسبي في إدلب. 27 قاتلا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول. والبرازيل تستدعي كل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا. أهلا بكم. انتظمت يومي 6 و7 من مارس بمدن كرن ومندفر وعصب السيمينارات التي بدأت في 5 من مارس بكبار المسؤولين في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات المنطقة، وكذلك الفرص والتحديات وبرامج عام 2020 وما بعده. وعقد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد في مدينة كرن، ووكيل الأمن الوطني العميد أبره كاسا في مدينة مندفر، ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان جبراء في مدينة عصبة، عقدوا سيمينارات لكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش، موضحين تحديات القرن الماضي والتجارب المكتسبة، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الوعي والتنظيم والوحدة والوئام والمبادرة ورفع المساهمة هي أساس قوتنا الوطنية التي يتوجب تنميتها وتقويتها باستمرار. وذكر القائمون على السيمينارات لعدم إهمال تعزيز السلام والوئام بأخذهما من المسلمات ورعايتهما دوما إلى جانب المكافحة المستمرة للمفاهيم دون الوطنية، مشيرين إلى أن المورد الرئيسي للبلاد هو القدرة البشرية، ورغم وجود المحدودية والضعف في هذا المورد إلا أنه يعتبر خيارا قويا بالمقارنة مع الآخرين والتحديات والبرامج الماثلة. وحول البنى التحتية والإنتاج والإنتاجية، أوضح المسؤولون بإفاضة بأن تحسين البنى التحتية وتوفير خدمات المياه في الريف والحضر خاصة المناطق النائية سينفذ بقوة بإعطائه الأولوية اللازمة، وأن تنفيذ مشاريع حصول القرى التي لها إشكالية في نقص المياه تجري خدمات المياه الجديدة على مراحل، ومواصلة البرنامج الضخم لتحسين خدمات المياه لأسمر والمدن الأخرى الذي يتطلب الكثير من المنصرفات. وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح المسؤولون بدء الاستعدادات اللازمة لتركيب أجهزة طاقة شمسية إضافية بقوة 60 ميجاوات في أسمر وعصب ومصوع بموجب الخطة الموضوعة للوصول التدريجي إلى المستوى المأمون، وتركيب محركات توليد الطاقة الكهربائية الكبيرة والصغيرة لرفع كمية الطاقة والإضاءة. وسيكون عام 2020 عام انطلاقة للمباني السكنية لإنهاء المباني غير المكتملة والبدء لبناء مساكن جديدة. وأشارت السيمينارات إلى وجود تحديات داخلية وخارجية، مؤكدة أنه ورغم وجود مواضيع مصدرها الأوضاع المعيشية إلا أن التحدي الداخلي الأكبر والمؤقت هو بين الواقع والآمال الكبيرة، ويتطلب الوصول إلى المبتغى الوقت والعمل القوي والإمكانات. وطالبت السيمينارات لإعادة النظر في مشاريع البناء التي بدأتها الحكومة وتأخر إنجازها، وإقامة جهة مسلحة بالتقارة الحديثة للرد على المعلومات المغلوطة التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الوطن والمصلحة الوطنية، والعمل بقوة لتطوير قدرات الشباب وتحسين عمليات المشتريات التي تعيق إنجاز الأعمال في أوانها بسبب نقص المعدات والتجهيزات، وتقوية جهود الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، والقيام بدراسة للمباني المشيدة وغير المستخدمة وإيجاد الحلول لها، وتحسين تصاريح الاستيراد وغيرها من الأسئلة والآراء. ذكر الاتحاد الوطني للمرأة الإريتريا في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة بأن النظرة المتساوية على المرأة عنصر هام في تطور وازدهار المجتمع،
وأوضح البيان بأن رؤى المرأة الإريترية ترتكز على تطور المجتمع المتوازن والعادل، وعلى المجتمع الذي يرغب في مثل هذا التطور عليه رفع الوعي للتعايش السلمي المتساوي وإزالة كافة معوقات التغيير الاقتصادي الاجتماعي من جذورها. وقال البيان إنه ورغم التطور الذي تشهده البلاد في مشاركة المرأة الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التنموية، إلا أنه يتوجب استمرارية المهام لإكمال ما تبقى ورفع قدرات المرأة لتستفيد من الفرص الواسعة المتاحة. وذكر البيان المرأة عامة وخاصة القاطنات في الريف الاعتماد على الذات بتعزيز الكفاءة الأكاديمية والفنية والإنتاجية، فضلا إلى رفع القدرة الاقتصادية في أوساط المجتمع بخلق بيئة مناسبة للحفاظ على حقوقها. وشدد على ضرورة المحافظة على الإنجاز المكتسب فيما يتعلق بقضية المرأة والعمل لتسطير تاريخ جديد بوضع برامج فعالة لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي. في الختام أشار البيان إلى العمل عبر وضع برامج فاعلة سواء في الريف أو الحضر، وقياس نتائجه وفعاليته يوميا في أوساط المجتمع لترسيخ قضية المرأة على أذهان المواطنين، داعيا لتجديد العهد للوصول إلى أعلى المراقي. يحتفل بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار إلى الأمام حتى التحرر الكامل. نظم في الرابع من مارس بمدينة بارنتو إقليم القشبركة لقاء لمناقشة تأكيد الخطط الموضوعة لتنفيذ برامج الإصحاح البيئي الجارية في 990 منطقة ب 216 ضاحية ومدى فعاليتها واستمراريتها والمهام التي أنجزت مسبقا. وأوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور حيالوم كيداني أن الإصحاح البيئي يعد حجر الزاوية للأنشطة الصحية، لذلك يجري العمل فيه بجدية على مستوى الإقليم، وقد حقق حتى الآن تطورا ملموسا. من جهته قال مسؤول الإصحاح البيئي في الفرع السيد عبد يعقوب إن البرنامج لم يسير حسب الخطة الموضوعة، وبفضل إعادة النظر التي أجريت في عام 2019 ارتفعت نسبة القرى المنفذة للبرنامج إلى 274 قرية، مشيرا إلى إقامة لجان بالنزول حتى مستوى القرى لتنفيذ القرى المتبقية البرنامج بفعالية. وأشار مسؤول فرع الإصحاح البيئي في وزارة الصحة الدكتور زموي ألمو إلى أن برامج الإصحاح البيئي أساس متين واستراتيجي للبرامج الصحية، لذلك يمنح اهتمام أكبر، وأن الجهود الجارية في إقليم القشبركة تبرز الجاهزية لإنجاح البرنامج. من جهتهم أكد مدراء المديريات المشاركون في اللقاء جاهزيتهم لإنجاح البرنامج في الوقت المخطط له حسب مقدراتهم. نظمت دورة تدريبية تطبيقية لمنتجي الخضروات وخاصة منتجي الطماطم في مديرية غردات، وقد ركزت الدورة على المعدات التي يجب استخدامها في أساليب زراعة البذور والحذر الذي يجب اتخاذه أثناء رش المبيدات الحشرية. وأوضح خبير تنمية المحاصيل من مكتب الزراعة في إقليم القشبركة الشاب زيناوي تصفى برهان أن الهدف الرئيسي من البرنامج جعل المزارعين منتجين أكثر بدمج التجارب المكتسبة بالمعرفة العلمية. وأشار الشاب زيناوي إلى أن الدورة التي أشرف عليها المهنيون تستمر حتى موسم حصاد الخضروات، وتساعد المزارعين لاكتساب معلومات كافية من مرحلة الزرع وحتى مرحلتي جمع وتوزيع الإنتاج. ولعبت دورا كبيرا في تصحيح بعض الأخطاء الصيدة في سبل الزرع واستخدام المبيدات الحشرية. من جهته قال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية غردات السيد تيدروس جبر مريم أن المديرية هي أكثر المناطق التي تشهد تنمية محصول الطماطم، لذلك أن الدورة الهادفة إلى المزارعين تساعدهم في تصحيح الأخطاء ومضاعفة الإنتاج. كما أوضح المزارعون بأن الدورة التطبيقية ساعدتهم في إنتاج محصول الطماطم الجيد وتعظيمه الأسواق وحصاد إنتاج وفير بدمج تجاربهم المكتسبة عبر فترة طويلة بالمعرفة العلمية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع الأخبار على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم من الأنباء العالمية.
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لشرح محتوى القرار الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في إدلب السورية. وتأتي هذه الجلسة بطلب من موسكو التي تتعرض منذ أسابيع لانتقادات من شركائها في المجلس. وعلى الصعيد الميداني دخل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الرئيسين التركي والروسي حيز التنفيذ منتصف الليل الخميس الجمعة، وساد الهدوء النسبي محافظة إدلب. ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أن يؤدي الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب إلى وقف فوري ودائم للعمليات القتالية يصب في مصلحة السكان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه برغم توقف القصف الجوي من جانب النظام السوري وحليفته روسيا، فإن هناك عدة قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة في حلب وحماه. قتل 27 شخصا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول، إلى جرح حوالي 18 شخصا. ويعد هذا الهجوم الأول من العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع حركة طالبان المتمردة حول الانسحاب من أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن المسلحين قتلوا 27 شخصا وجرحوا 29 على الأقل في الهجوم، لافتا إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفيات. من جانبه قال نصرة رحيم المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الاشتباكات مع المسلحين ما زالت مستمرة في مكان قريب، ونجا العديد من الزعماء السياسيين البارزين من هجوم الحفل بدون أن يصابوا بأذى، من بينهم عبد الله المنافس البارز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا يمهد الطريق أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، غير أن أعمال العنف استمرت في أنحاء البلاد ما يلقي شكوكا على مصير عملية السلام. استدعت حكومة البرازيل كل طاقمها دبلوماسيين في فنزويلا، وطلبت من كاراكاس سحب ممثليها في الأراضي البرازيلية وفقا لمصدر حكومي. ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس جائير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل في بداية 2019. واستنادا إلى الصحافة المحلية ستستغرق عملية الانسحاب حوالي شهرين، لكن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة إغلاق السفارة بحسب ما أوضح المصدر الحكومي. وأضاف أن الحكومة البرازيلية تقيم كيفية تقديم المساعدة القنصلية لزهاء 10,000 برازيلي يعيشون في فنزويلا. وفي منتصف فبراير اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي بأنه يريد نزاعا مسلحا بين البلدين. أظهرت نتائج دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة أن نحو 90% من سكان العالم من الجنسين لديهم أحكام مسبقة حيال النساء. ومن هذه الأحكام أن الرجال يصلحون أكثر من النساء ليكونوا مسؤولين سياسيين أو رؤساء شركات، وكذلك أن الأولوية ينبغي أن تعطى للرجل في سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة. ولدى 90% من الأشخاص ومن بينهم نساء حكم مسبق واحد كهذا على الأقل، على ما رأت وكالة الأمم المتحدة استنادا إلى بيانات من 75 دولة تشكل أكثر من 80% من سكان العالم. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استمرار وجود حواجز خفية بين الرجال والنساء رغم تسجيل تقدم على مدى قرون. ودعا برنامج الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات إلى اعتماد نهج سياسي جديد لتطوير هذه الآراء والممارسات التمييزية. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.